اوعى تأجر عقارك لحد من غير ما تسجل عقد الإيجار في الشهر العقاري ويكون مزيل بالصيغة التنفيذية. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، لأنك لو عملت عقد إيجار عادي مش مسجل والمستأجر رفض يخرج بعد مدة العقد أو امتنع عن سداد الإيجار، مش هينفع تخرجه غير لما ترفع عليه قضية، ودي ممكن تاخد منك سنة أو أكتر. وفي ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي وما تعرفش إن عقد الإيجار بيتسجل أصلا، وبتتفاجئ لما بيحصل مشكلة. لكن لو مسجل عقد الإيجار في الشهر العقاري مزيل بالصيغة التنفيذية تقدر تخرجه على طول بالقوة التنفيذية من غير قضية. وأنا هنا بتكلم على تسجيل في الشهر العقاري مش اثبات تاريخ. اثبات التاريخ ده ملوش لازمه. ولازم تكتب في العقد شرط فاسخ صريح في حاله ان المستاجر اتاخر عن سداد الايجار شهر يفسخ العقد بتلقاء نفسه. ولازم كمان يتكتب في العقد انه لا يجدد غير بموافقه المالك. خد بالك عشان تسجل العقد لازم حضرتك والمستاجر تروحوا مع بعض الشهر العقاري، لان لازم حضور الطرفين، وبتدفع رسوم نص في المية من اجمالي قيمه العقد. يعني لو عقد الايجار مدته سنتين مثلا وقيمه الايجار 10000 جنيه، بنحسب اجمالي قيمه الايجار في السنتين يعني 240000 جنيه، هتدفع منهم نص في المية يعني 1100 جنيه. اعمل سيف للفيديو ده عشان لو احتجت ترجع له، وابعته لاي حد يهمك وما يعرفش المعلومات.